بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده هنتكلم في حاجه قلنا قبل كده عليها، نوهنا عليه، اللي هو العميل صعب المراس. يعني ايه صعب المراس؟ اللي هو العميل اللي صعب التعامل معاه. يعني مش كل الناس طبعا كده. انا لو قلت لكم الانماط اللي هقولها النهارده، لو العميل كله كده احنا مش هنبطل نشتغل، مش هنشتغل خالص. لا، ده بيكون بيتحدى قدره الموظف على تقديم الخدمه وتتطلب صبر في التعامل. اللي هو مين بقى؟ اول حاجه الساخر. ده بتحس ان هو كده ايه، فظ ومتعالي، صوته مرتفع، ممكن يحتال عليك في بعض الامور، على استعداد تام ليستغل الموقف دائما. هنتصرف معاه ازاي؟ يقول لك بقى انا خدت مش عارف ايه وطلع في كذا ومش عارف ايه، وانت اصلا المنتج ده مش موجود عندك خالص. تبدا انت تتفهم ان الراجل ده كده بيدعي علينا. احنا طبعا قسم العروض زايد اتفقنا عليها من زمان، الزبون دايما الحق من زمان. عمنا عمر افندي لبسنا في القاعده دي طول عمره، يعني بيقال ان هو اللي قال القاعده دي، الزبون دايما الحق. طيب ده هتتصرف معاه ازاي؟ هقول لكم كل نمط من العملاء دول وازاي هتتصرف معاه. قال لك اول حاجه لا تشعر بالاساءه نتيجه تصرفات هذا النوع. يعني ما تحسش ان هو، ما تاخدش كلامه على محمل زي ما قلنا قبل كده ان هو ايه، على محمل شخصي، او ده ازاي يعيب ازاي يغلط. هنقابل ناس كده هتغلط وتعيب ونستحملهم وحاجات كده. تاني حاجه لا تربط كرامتك بتصرفاتك. ما تقولش وقصدنا انا، لا انا مش انت مش مبسوط خالص، انتوا شركه مش عارف ايه، انتوا مطعم مش عارف ايه. هو بيقول له انتوا مطعم ما بيشتمكش انت، اتكلم عن المطعم، اتكلم عن الشركه، اتكلم عن البلد، هو حر بقى. قال لك لازم تكون لطيف معاه. معقول؟ طبعا. هتعمل ايه؟ انت في كل امور لازم تكون لطيف، ده قدرنا كده. رابع حاجه اجعله يشعر بالاهميه والتميز. حاضر وبتاع وكذا وعناية يا فندم، برضه ايه، حتى لو انت ايه سوري من جواك يعني ايه مش مبسوط، بس لازم شغلك طبيعة عملك كده لازم تستحمله. طب ده واحد وخلصنا من الاولاني الساخر ده. تاني حاجة سريع الغضب. سريع الغضب ده بقى ماله؟ ده سريع الانفعال، متقلب المزاج، لا يمكن التنبؤ به. ما تقدرش، مش مخمن الراجل ده يعمل ايه، هو منفعل، هو مزاجه وحش، هو مكشر، هو مش مدي فرصة حد يتكلم معاه، ودول افعاله سريعة. حصلت قبل كده مثلا مطعم كنا فيه زمان، الاوردر طلع للعميل كان برجر، البرجر طلع من غير باتي، يعني الساندوتش طلع من غير لحمه. تخيل مثلا بقى في عيش وسلطه بتاع. لنا الراجل ده جاي قال لي بالانجليزي كده، كان امريكي، ايه الخدمه السيئه اللي بتقدموها دي؟ عايز افهم. طبعا ما قالش خدمه سيئه، كلمه ما اقدرش اقولها. وفخدنا الاوردر طبعا، لا ما صحيح عيب قوي ان يطلع اوردر من غير باتي. الراجل نسي، ما اعرفش ازاي نسي يعني، بس ده حصل يعني. اوكي، ده مثال، بس ده كان عنده حق انه يبقى سريع الغضب يعني، بس هو كان اوفر، او كان ممكن يقول فيه كذا. لا هو خلاص هو طبعه كده. ده اللي عايز اقول لك ليه انا ليه بديك المثل ده، عشان تتوقع يعني تفهم يعني ايه سريع الغضب. هتعمل معاه ايه؟ تستعمله جيدا، وفر له مكان يرتاح فيه. طب اتفضل حضرتك، بس ممكن حاول دايما تعزله عن بقيه الكاستمر، بقيه الزباين اللي عندك في الصاله. طب اتفضل حضرتك معايا في المكتب جوه مثلا، او في المكتب، اتفضل اجيب حضرتك قهوه مش عارف ايه كلام من ده. اجعل نبرة صوتك منخفضة ولكن مسموعة بشكل واضح. ليه؟ لأن لو صوتك واطي مش هيوصل له، هيتعصب أكتر. يبقى لازم صوتك يكون نبرة منخفضة ومسموعة بشكل واضح. آخر حاجة بقى لا تصر على رأيه أو تجادله. هو راجل غضبان ومتضايق، طب حاضر يا فندم هحاول أعمل كذا. حاول دايما تحاول تنقذ ما يمكن إنقاذه من الآخر يعني. ما تصرش على رأيك ولا تجادله، حاضر وريحه وخلاص مفيش مشاكل. أوكي. تالت واحد بقى المجادل. طب المجادل ده بيعمل ايه؟ بيسأل اسئله كتير اول حاجه. تاني حاجه بيعترض، خلقت له اعترض. تاني حاجه. تالت حاجه دايما بيبحث عن الاخطاء. رابع حاجه برضه في زي اللي قبليه سريع الانفعال، بس ده ما بيتصرفش بسرعه عكس التاني، بطيء في اتخاذ القرارات. احنا قابلنا الانماط دي يا جماعه، قابلناهم على مدار حاجه و30 سنه دول، قابلنا الانماط دي كلها. قلنا المجادل بيسأل اسئله كتيره، يعترض، دائم يبحث دائما عن الاخطاء، سريع الانفعال، بطيء في اتخاذ القرارات. هتتصرف معاه ازاي؟ اول حاجه قال لك مارس ضبط النفس. هادي، خليك هادي وايه، ما تتعصبش وخلي بالك طويل. تاني حاجه اعرض الفوائد والمميزات، المنتج كذا، لا ده في كذا، ده في كذا يا فندم، لان هو معترض بقى على طول. تالت حاجه لا تصر على راي او قرار، زي اللي قبليه، ما تصرش على راي وتجادله يا سيدي عشان ما تخسرش الراجل. رابع حاجه اعطي تفسيرات منطقيه، يعني ما تحاولش تضحك عليه برضه. احنا مش في كل امور احنا مش هنضحك على حد يعني. دايما ادي تفسيرات منطقيه. وبعد كده اخر حاجه قال لك اقترح خيارات اخرى.
طب حاج مش عاجبك كذا، هو ده مش عاجبه حاجه على فكره، ده بيبقى دايما عميل مش عاجبه حاجه. طب انا مش عاجبني طب مش عاجب حاجه رز سوتيه، طب نجيب له حاجه رز مش عاجبك البسمتي، طب نجيب رز مصري، طب نجيب حاجه كذا، طب مش عاجبك الفرنش فرايز، طب اجيب لك كيرلي فرايز بطاطس كيرلي كده. يعني حاول دايما تقرب الموضوع معايا. رابع حاجه صعب الارضاء، عميل صعب الارضاء، صعب الارضاء. ده بقى ماله؟ ده دايما اول حاجه هتلاقيه عنده اعتقادات سلبيه، اعتقادات سلبيه. عارف ان كل المطاعم دول حراميه وكل الكاشيريه صغير بيغلطوا لي، هو كده اعتقادات سلبيه. يظن دائما ان كل شيء خطا، انت لسه كنت بقول لك عليه، كل المطاعم كده وكل الناس كده ومش عارف ايه والوضع ده كده خلاص. طيب ثالث حاجه يحاول ان يستدرج الموظف ليأخذ موقفا ضد الشركه. يعني ده حقيقه، عايز اقول لكم في شركه من الشركات حد قال انه الاكل كان فيه كذا كذا، لا طب ما فيش ازاي، طب مش عارف ايه وبتاع، انا عايز اكبر حد في الشركه، وكنا بالليل عايز صاحب الشركه. صاحب الشركه ايه يا عم، انت بتتكلم في شركه فيها 200 فرع يعني، مين صاحب الشركه اصلا يعني، الله يرحمه. فطب فين وفين وصلنا لاريا مانجر وبتاع، وكلمه اداله طب قابل سيادتك بكره في مكتبك وبتاع، والله زي ما بقول كده. وطلع في الاخر هو عنده منتجات وعايز يسوق للشركه ديت، المنتجات دي يبقى عامل عندها، فاصطنع الموضوع ده كله عشان يدخل ويقدر يسوق منتجاته دي في الشركه دي ويبقى سبلاير ليها يعني. طبعا ما تعرضوش معاه في الاخر لان ده كده حاجه مش لطيفه يعني. عفوا. من صفاته برضه ومميزاته بيحكم على كل شيء بسرعه. طب اتصرف معاه ازاي اللي هو صعب الارضاء ده؟ اول حاجه اصغي جيدا، اسمع كويس قوي. تاني حاجه اعرف تفاصيل المنتج، لا يا فندم الموضوع مش كذا، الموضوع كذا. دعه يشعر انه مهم عشان برضه ايه ما يعملكش مشكله كبيره. ورابع حاجه لبي طلبه بسرعه عشان ايه ترضيه وتخلص منه، يعني اعتبر انك خلصت من مشكلته عشان ما يعملكش مشكله اكتر. اخر واحد بقى اللي هو نافذ الصبر، ده ما عندوش صبر خالص، ده داخل مستعجل على طول، هو جاي بسرعه 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 بسرعه. وده حصل معانا برضه كتير جدا. يا سيدي ما اوردر المشروع بياخد له من 20 ل 25 دقيقه، لا الاوردر بقى له كتير، لا مش انا بقى اكتر من نص ساعه، انا بقى لي ساعه واقف، انا مش عارف. ده واجهنا كتير، كلكم واجهتوه كتير. ده تعمل له ايه؟ اول حاجه تهديه، قوم بتهدئته، ممكن تعزمه على مشروب، واحد بيبسي واحد ليمون بتاع، مفيش مشكله خالص عشان تهديه. تاني حاجه قوم باعطاء خيارات اخرى وسريعه. طب تحب حضرتك مش عايز كذا، طب الاوردر مش بياخد وقت، طب اعمل لك بيتزا يا فندم ممكن تاخد خلال 12 دقيقه 13 دقيقه لو هو مستعجل قوي، اوكي ماشي. خلاصه الكل بقى مع الراجل ده، الجست ده، خليه يدخل ويخرج من المطعم بسرعه. يعني اخلص منه، اخلص من اوردر، اخلص من مشكلته اللي ممكن تبقى اكبر وتتفاقم. فعشان كده مطلوب منك انك تتعامل معاه بحنكه او بحرفيه. دول الصعب الخمس سجست اللي قلنا عليهم، دول صعب الخمس انماط. قلنا الساخن وسريع الغضب والمجادل وصعب الارضاء ونافذ الصبر. وربنا يقويكم. ما تنسوش احنا حلقتنا خلصت كده النهارده، مش عايزين نطول. لايك وسبسكرايب وشير، واي كومنتات لو سمحتوا ما تاخروش علينا انكم تسالوا. شكرا، مع السلامه.